الزركشي رحمه الله في البرهان قال إن امرأة قال لها أحد أحفادها إن سقف البيت يكاد أن يسقط، فكتبت ورقة وأعطته إياها وقالت له ضعها في ثقب السقف، فأخذ الفتى الورقة دون أن يقرأها ووضعها في ثقب السقف. مكث السقف على حاله يكاد أن يسقط ولم يسقط 20 سنة. قال الفتى ثم ماتت العجوز، فلما ماتت العجوز أردت أن أعرف ماذا كتبت. قال فلما أخذت الورقة من ثقب السقف سقط السقف. قال ثم قرأت ما فيها فإذا قد كتبت فيها اللهم إنك قلت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، اللهم أمسك علينا السقف. فأمسك الله السقف 20 عاما ليقينها بربها. وليس كل أحد يقرأ القرآن يبلغ هذه المنزلة في اليقين، لكن الإنسان لا يجعل أحدا يسبقه إلى الله، لا يجعل أحدا يسبقه إلى الله. الأمة تسود، يعلو شأنها، تجتمع كلمتها إذا عظمت كتاب ربها. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي.